السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. عيد أضحى مبارك عليكم وعلى حبايبكم وأهلكم، وإن شاء الله العام القادم نكون كلنا كده على جبل عرفات إن شاء الله بنحج، ربنا يتقبل. النهاردة هغسل معاكم الأنتريه. دلوقتي أنا فكيت المساند بتاعة الظهر كلها، وجبت ملاية كبيرة وحطيت فيها المخدات بعد ما فضيتها من الاكياس وربطتها كده على جنب. ودلوقتي هشيل الاكياس بتاعت القواعد ديت، هشيلها معذرة. وبعدين هغسل الاكياس بتاع المساند والقواعد دي كلها في الغسالة، وهنبدأ نغسل الهيكل بتاع الانتريه مع بعض بخلطة كده بعملها في البيت. ده السجاد انا وديته المغسلة والراجل جابه، فركناه كده على جنب لحد ما نغسل ونمسح وننضف كده وبعدين نفرش. لسه برضو ما فكتش الستاير عشان اغسلها. فكده هنفك بقى القواعد بتاعه المخدات، القواعد بتاعه الانتريه كلها. هنبدأ نعمل الخلطة بتاعتنا. الخلطة دي انا عملتها كذا مرة قبل كده، وبتطلع الانتريه حلو جدا ونضيف وريحته حلوة. معانا حوالي كوباية اي مسحوق غسيل، سواء بودر او جل يعني اللي متوفر عندك، وكوباية خل، وكوباية منعم ملابس برضو اي نوع حاجة ريحتها حلوة، وحوالي 4 معالق بيكربونات الصوديوم او كربوناتو زي ما انت بتسميه. بتحطي المكونات دي كلها على بعضها معذرة، وبنضيف عليهم لتر مية، وبنجيب اسبونشة بتاعت مواعين من الخشنة شوية دي، بس تكون جديدة ما استعملتش قبل كده، وبنغسل بيها. او ممكن كمان ليفة حموم تكون قديمة عندك تغسليها كويس، لكن بلاش الفرشة عشان الفرشة خشنة اوي، بلاش الفرشة كده. بنعمل الخلطة بتاعتنا، وبعد ما نعملها هنغسل الهيكل بتاع الانتريه بعد ما فكيت كل المساند والقواعد بتاعته وغسلتهم في الغسالة. هنحط الاسبونشة في الخلطة دي ونغسل ونتك جامد بقى. لو في اماكن فيها، نسيت اقول لكم ان احنا كمان ضفنا كلوروكس الوان، برضو حوالي نص كوباية كلوروكس الوان، انا كنت ناسياه وضفته بعد كده. انا عندي الانتريه ما فيهوش اماكن متسخة كتير، بس هو فيه تراب لانه تحت الشباك على طول وجنب البلكونة، ففي تراب كتير. وانا قدامي كمان جبل زي ما انتوا عارفين، فبيبقى فيه تراب كتير. فكده انا بنفضه بالفوطة، جبت فوطة ونفضته كويس اوي من التراب. وبعدين هبدأ بقى اغسل. هحط الاسبونشة في الخليط ده وهغسل كويس جدا. وبعدين هنجيب طبق فيه مية وفوطة قطن نظيفة وهنشف بيها، وشغلت عليه المراوح والشباكين، الشباك والبلكونة، وبيته طول الليل المراوح شغالة والشباك والبلكونة لحد تاني يوم اللي هو النهاردة بقى نشف. وركبت بقى الاكياس والمساند وكل حاجة، وهوريهولكوا بعد ما خلص. طلع نظيف جدا. دي كده الفوطة القطن، برضو الفوطة دي جديدة ما استعملتهاش في حاجة قبل كده. وبدأت انشف، هي تنشفة بسيطة جدا معذرة. وركبنا بقى كل المساند والمخدات. استعملي الخلطة دي حلوة قوي. ولو عايزة خلطة كمان لتلميع الرخام، ساعات لما بنمسحه كده بتبقي حاسة ان هو مجير، ممكن تعملي برضو بخاخ تحطي فيه خل، وتحطي فيه معلقتين كبار شامبو، تحطي كوباية خل وتزودي بمية،
وتلمعي بيه. لو عندك ديتول اللي هو 4 في 1 ممكن تحطي كمان ربع كوباية مثلا. شوفي بقى البخاخ بتاعك حجمه قد ايه ونسقي الحاجات دي كلها. المية طبعا تبقى اكتر، يعني تحطي الخل والديتول قد بعض، والمية اكتر شوية، وتلمعي بيهم الرخام. هيدوكي لمعة حلوة جدا. من الخل بيلمع حلو قوي، بيعقم وبيطهر، فهتبقى جميلة جدا. وممكن تستعمليها كمان في تلميع المرايات والزجاج والحاجات دي. كده خلصنا الانتريه كله، غسلناه وكده. بقى انا هسيبه. انا طبعا اشتغلت فيه امبارح والنهارده هو نشف، وركبت الاكياس والخداديات والحاجات دي كلها النهارده. لكن انا كان الغسيل امبارح صورت، ودلوقتي بركب الصوت عليه بعد ما خلصت كل شغل الانتريه. لاني علشان تعبي وكده لما بتكلم وانا شغاله بكون بنهج، ما بقدرش. ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، اللهم امين. فكده خلصناه. كده لبسنا بقى الاكياس والمساند والقواعد وكله بعد ما اتغسل بقى نضيف وزي الفل. ما شاء الله. هفك بقى دلوقتي الستاير وهغسلها، وهغسل النجف ولمعه، وهصور لكم برضو، هعمل لكم فيديو لغسل النجف. خليكم معايا وتابعوا القناة، هتلاقوا فيديوهات حلوة ومفيدة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.